يا صاحبي، خدني هنا، رايح فين؟ انا مش مصدق يا يوسف ان الذاكره رجعت لك تاني. مفيش وقت للكلام ده خالص. انا عايزك تاخد الفلاشه دي وتسلمها للبوليس، بعد كده تاخد مراتك وبناتك وتسيبوا البلد وما ترجعش غير ما يتقبض عليهم. مفيش وقت يا سام، انت باصص لي كده ليه؟ انا في حاجه لازم اقولها لك يا يوسف. في ايه؟ انا استنتجت من كلام مودي ان انت اللي مرضيتش تقتلني، بس انا جوايا سؤال هيموتني. مين اللي كان طالب رقبتي؟ معرفش والله يا سام، بس مودي هو الوسيط اللي كان مطلوب منه يعمل كده. انا هموت من الخوف والرعب يا يوسف. سام ما تخافش طول ما انا موجود. صاحبي يا اخي بقى بطل غلاسه، مفيش وقت للكلام ده، يلا. طب معلش اخر سؤال قبل ما امشي. هو احنا في منسى اربح المليون؟ معلش يا يوسف، في ايه؟ هو انت ليه خبيت كل ده على مامتك ان انت عايش؟ كان لازم ابعدها عني. حياتي كلها خطر، وانا ما كنتش عايزها تتاذي بسببي. انا كنت متاكد ان هلاقيك هنا يا سهام. نزل السلاح ده يا مودي. ايه ده؟ ده احنا اتجرأنا وبقالنا لسان نرد اهو يا بودي. لا، ما انا مش بودي، انا يوسف. يوسف، الحمد لله على السلامه يا صاحبي. لا كده بقى يبقى رجعت لنا الذاكره، يبقى نخلص حساباتنا. ترجع لي الفلاشه بتاعتي ونخلص من سمسم الاخضر الحنين اللي انت متمسك بيه ده، وانا مسامحك في الباقي يا صاحبي. ما هو مفيش فلاشه هترجع، ومش هتلمس شعره من شعر سهام. شعر؟ شعر ايه يا يوسف؟ ده اصلع كده بقى، انت اللي اخترت. معلش يا مودي بيه، معلش والنبي قبل ما تقتلني، والنبي ممكن قبل ما تخلص تقول لي اصلا مين اللي كان طالب يقتلني؟ انت طالبه معاك براءه بقى ورغي ولوكلوك. ونحكي قصه الفيل والنمله. بص يا دكتور، اللي كان عايز يقتلك واحد اسمه طلعت الكيلاني، ودفع فيك مبلغ كبير قوي. شوف انت بقى عملت له ايه عشان يدفع فيك المبلغ ده كله. طلعت الكيلاني؟ حاسس ان موت ابني ده غضب من ربنا عليا، علشان اللي كنت بعمله لما كنت في السلطة. الفساد كان متملك مني، كانش بيهمني اي حد، كنت بدوس على اي حد وعلى اي حاجة بسلطتي وبنفوذي. يعني هو لما قعد معايا وقرر يفضفض لي خاف لا افضحه فقرر يقتلني؟ يا عيني، المفروض كده بقى انا اتعاطف معاك، بس للاسف ما اقدرش، عشان انا خلاص اديت للراجل كلمه. يوسف يوسف يوسف. واتش